أشرف حكيمي دار مرته التونسية أكبر خاوية في عمرها في العالم. مؤخرا قامت الزوجة ديالو، يعني الطليقة ديالو دابا نقولو، باش تستفزو، حطت صور ديالها مع عرض الأزياء الشهير برايو دياز في واحد المطعم في العاصمة الإسبانية مباشرة بعد الانفصال ديالو. حطتها تصور. العديد من المتابعين قالوا بان سبب انفصال ديالو هي ديك التهمه وداك الشيء علاش رجعت صديقها القديم. وبعض الاخر قاموا يعني كي ما عجبهمش الحال، وقالوا بان الزوجه الصالحه خصها تكون في سند يعني تكون واقفه مع راجلها بما بانت الحقيقه. هل فعلا ان اشرف حكيمي متهم بتهمه الاغتصاب او لا؟ حب برشا الهورميجيرو. Qué bonito suena, ¿eh? ¿También hablas inglés? Sí, ¿Francés perfecto? sí, ¿Español ya lo veo? Sí. ¿Italiano? sí y ya. Y ya. من بعد الاتهام الفتاة الفرنسية المغرب أشرف حكيمي تهمة الاغتصاب، ناضت الزوجة ديالو التونسية رفعت دعوة ديال الطلاق مع المطالبة بنصف الثروة ديال أشرف حكيمي. ولكن جريدة ديال إسبانيا ماركا قالت بأن أشرف حكيمي ما عنده حتى شي حاجة في سميتو، والصالير ديالو كامل كيتحول للأم ديالو، يعني صار الكلي. وهذا الشيء منذ سنوات، سيارات والديور وحتى ملابس، اي حاجه في الاسم ديال الوالده ديالو. يعني اشرف حكيمي تيقولوا بانه لو بغى يخرج غير يقصر مع الدراري كيطلب من الام ديالو. يعني ما عندها ما تصور منه. من بعد هادشي كامل ان الصحف كاملين تيقولوا بان الزوجه ديالو ما محتاجاش يعني الفلوس ديالو، حتى هي عندها واحد الثروه لا باس بها. بانها ما تقدرش تجوج واحد كيعطي كلشي لماماه، وكما كنقولوا حنا ولد ماماه. وهذا هو السبب الاساسي على الانفصال ديالها معاه. Currently going through a divorce. Now get this, she went to the courts trying to get access to his money, trying to get alimony. You know, they're divorcing, so she's trying to get access to that bag. But come to find out, he has put all of his money, assets, and everything in his portfolio in his mother's name. So she can't get any access to anything in his fortune, and anytime he wants to go spend. آخر تيقول بأن أشرف حكيمي دار أكبر سلسلة في العالم وخدم مطور. وبغينا نعرفوا الآراء ديالكم في التعاليق.